بما ان انت موجود معانا النهارده لازم استفيد من وجودك في القرنيه المخروطيه، بما ان القرنيه جزء من شغلكم، انتوا متخصصين في الانتيريور تشامبر في الجزء الامامي من العين. تمام. القرنيه المخروطيه مرض مخيف. طبعا القرنيه المخروطيه طبعا يعني هي مشكلتها مرض مزعج. مرض مزعج طبعا، وللاسف في معظم الاحوال بنكتشفه بالصدفه. اولا الناس يعني بتهمل شويه انها تكشف على عينيها الا لما الطفل يشتكي، لان هي ده المرض بيبتدي في بدايات المراهقه شويه، اللي هو سن 10 11 سنه. هو بيبدا ينشط في الوقت ده، فالاهل ما بيبداوش يكشفوا على المريض الا لما بيكون بيشتكي. المرض ده بيحصل بشكل تدريجي. القرنية بتبدأ تتحول من شكل نصف كروي منتظم بيعكس الأشعة بيكسر الأشعة بشكل منتظم على العين، فبتتحول لشكل مخروطي، فالأشعة بتنكسر عليه بشكل غير منتظم، فطبعا بيؤدي إلى ضعف وتدهور في الرؤية. التدهور ده بيقعد يزيد تدريجيا على حسب بقى كل مريض بقى وثقافته. ممكن مريض ما يكشفش غير يعني في المراحل المتأخرة، فطبعا بيأثر على الرؤية بشكل كبير جدا. دلوقتي طبعا مع التكنولوجي الموجوده حاليا نقدر ان احنا نلحقه في بدايته، فليه طرق طبعا علاج كتير. ولكن طبعا الافضل طبعا ان احنا زي ما قلت الكشف الدوري على العين هو اللي بيساعدنا ان احنا نكشف المرض ده في بدايته. بتتدخل باساليب بقى علاجيه متعدده. بالظبط كده. اولا ما فيش مريض قرنيه مخروطيه ليه يعني المرض ملوش علاج ثابت مع كل مريض. يعني احنا كل مريض ليه زي بنفصل له العلاج بناء على حالته الصحيه، بناء على اللي هو الفتره اللي حصل فيها المرض، درجه الرؤيه بتاعته، الكشف اللي احنا بنعمله على المريض في ساعتها، الفحوصات بتاعه المريض، المرحله اللي فيها القرنيه المخروطيه. كل ده احنا بنحطه مع بعضيه وبنبدا نختار للمريض ايه الاجراء المناسب بناء على حالته هو. ولكن لازم نتكلم برضو بشكل عام ان هو في مراحل او طرق مختلفه هي ثابته، لكن هنبتدي بايه او بنختار ايه للمريض على حسب الحاله. اول حاجه عندنا طبعا ان احنا لازم ان احنا نوقف المرض في المرحله اللي هو فيها، ودي بعمليه اسمها عمليه تثبيت القرنيه. تمام. عمليه تثبيت القرنيه دي بان احنا بنعرض العين او قطرات معينه على العين، وبعد كده بنعرض العين لاشعه. الاشعه دي بتثبت القرنيه 3 أضعاف القوه بتاعتها. تاني حاجه اللي هي بقى خلاص احنا ثبتنا القرنيه ووقفناها ايا كانت المرحله بتاعتها، في حاجه تانية اسمها زراعه الحلقات بالفيمتو ليزر. زراعه الحلقات دي بقت بتجنبنا ان احنا ندخل في عمليات اللي هي الصعبه اللي هي زراعه القرنيه او كده. وظيفه الحلقات دي هي عباره يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي عباره عن دعامات بتتزرع جوه القرنيه، ودلوقتي بنزرعها في دقائق معدوده عن طريق جهاز الفيمتو ليزر برضو. وظيفه الدعامات دي انها بتعيد تشكيل الشكل المخروطي بتاع القرنية لشكل تاني منتظم، بنحاول نقربه تاني من الشكل المنتظم اللي هو موجود فيه، وده بيحسن من الرؤية بتاعة المريض بدون ما ان احنا نحتاج ان احنا نعمل عمليات اصعب على المريض زي عملية مثلا زراعة القرنية. بنيجي بقى في الخطوة اللي هي في الحالات بقى المتأخرة من القرنية، بيبقى الاقتراح بتاع التثبيت او الحلقات مش متوفر عندنا، بنضطر بقى ان احنا القرنية اللي هي اتضررت دي بنضطر ان احنا نغيرها بعمليه اسمها زراعه القرنيه. زراعه القرنيه ان احنا بنجيب قرنيه طبعا بتيجي من شخص متوفي. القرنيه دي بنشيل الجزء المتضرر من قرنيه المريض وبنزرع مكانه قرنيه تانية شفافه، والقرنيه دي بتخلي المريض الرؤيه بتاعته ترجع تاني ان شاء الله لطبيعتها.